كشفين أثريين تم الإعلان عنهم في أوائل شهر مارس 2024. أول كشف أثري كان أثناء الحفر في محافظة القليوبية لإنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد. لقوا تابوت. التابوت ده وزنه حوالي 50 طن، وبيقولوا إن بيرجع للأسرة 26 الخاصة بكتبة الملك بسمتيك. انتوا عارفين يعني إيه 50 طن؟ يعني 50,000 كيلو. طيب هل هم استخرجوا حاجة؟ يعني يقولك التابوت 50,000 كيلو، هل هم عرفوا يطلعوا منه محتوياته مثلا؟ انا مش عارفه. الموضوع ده بيفكرني بتوبيت السرابيوم. توبيت السرابيوم اللي هي برضو ضحكوا علينا وقالوا لنا انها توبيت العجل ابيس، وهي لا تمت لذلك بصله، لان هي كتوبيت برضو بمئات الاطنان كده، وان هي كان ليها استخدامات تانية اهم من كده بكتير. فهل تابوت يعقل ان تابوت 50,000 كيلو يستخدم كتابوت لدفن مثلا شخص او كده؟ بصوا حتى المكتوب في التقرير يزن حوالي 50 طن من الكتل الحجرية منقوش بالداخل على الجزء العلوي منها باللغة الهيروغليفية. ويقال ان الكشف الأثري عبارة عن مقبرة قديمة لكاتب الحاكم في بنها، عمرها حوالي 2700 عام. انا مش عارفة بصراحة امتى هيطلع حد يقول لنا الكلام الحقيقي بجد، ان احنا نبطل التأثر بالغرب والناس اللي هم دخلوا على الحضارة المصرية القديمة، ان هم اللي هم حاولوا يصدروا لنا حاجات معينة عن حضارتنا وهي مش حقيقية. نفسي حد بجد يتكلم بشكل حقيقي ويقول الحقيقة فعلا لينا، وان حضارة المصريين القدماء دي ما كانتش حضارة مقابر او هرمات مقابر او الكلام ده، لا. علشان تفهموا قصدي ايه، اتفرجوا على فيديوهات احمد عدلي اللي هو استخدم التكنولوجيا الحديثة لإثبات إن حضارة المصريين القدماء كانت حضارة تكنولوجيا، كانت حضارة متقدمة جدا. فاللي هيشوف الفيديوهات بتاعته هيفهم أنا قصدي إيه. تاني بقى كشف أثري، واللي هو بيدحض أي حد بيتكلم عن رمسيس الثاني وبيقول إن هو فرعون أو الكلام ده، اللي أنا نزلت لكم كذا فيديو عنه بينفي ده تماما. إن هم عثروا على النصف العلوي لتمثال من تماثيل رمسيس الثاني. يعني كل حته في مصر بيحفروا فيها سبحان الله بيلاقوا تماثيل لرمسيس الثاني، ولسه هيحفروا هيلاقوا تاني. فسبحان الله، فرعون اللي ربنا دمر اثاره، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اللي عايزين ينسبوه رمسيس الثاني اللي هو من اعظم ملوك مصر، تماثيله ماليه مصر كلها من شمالها لجنوبها. سبحان الله، لو ينسبوه لده، يعني شوفوا كميه التزييف اللي احنا وصلنا لها. عشان كده بقول ان احنا ما ناخدش علم المصريات بالذات، ما ناخدوش من الغرب. الحمد لله دلوقتي في باحثين مصريين هم دول اللي هيكشفوا التزييف بجد، وعلى رأسهم البرزخ. لازم تشوفوا قناة البرزخ على يوتيوب، بجد دي بتنسف كل حاجة الغرب قالها، وخصوصا الحاجات الموجودة في التوراة، لأن التوراة كلها محرفة وبتزيف التاريخ على حسب هوا اللي كتبوها. لأن التوراة الموجودة مش هي، يعني مش دي اللي نزل بيها سيدنا موسى عليه السلام. وإحنا مرجعنا الحقيقي هو القرآن الكريم، هو ما تحرفش ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واللي هم ما قدروش عليه. المهم ان تمثال رمسيس الثاني او النص العلوي من تمثال رمسيس الثاني ده عثروا عليه في محافظة المنيا اثناء الحفر، وهي بعثة مصرية امريكية. عثروا على النصف العلوي ده اللي هو بيقولوا تقريبا حوالي 3 متر. باسم وزارة الآثار بيقول ان النصف العلوي ده الجزء السفلي بتاعه مكتشف من سنة 1930 على يد عالم ألماني. سبحان الله، شوفوا بعد كام سنة، بعد حوالي يعني داخلين على 100 سنة اهو، والتمثال بيبتدي يتجمع. والتمثال ده عثر عليه في محافظة المنيا في منطقة الأشمونيين. العبرة في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ان احنا نثبت ان حضارة المصريين القدماء كانت حضارة توحيد. الحضارة المصرية القديمة اتشوهت بما لم تشوه به اي حضارة تانية. هم غيروا الحضارة المصرية القديمة، غيروا لنا كل حاجة. للأسف علم المصريات ده جاي لنا من بره، مش احنا اللي تولينا للأسف زيرو للعالم، ده احنا استوردناه من بره. الحمد لله في دلوقتي يعني باحثين مصريين محترمين بيتكلموا في علم المصريات ان هم فعلا بيكشفوا التزييف وبيوضحوا التزييف حصل ازاي. هو التزييف حصل في كل حاجة. هم اوهمونا ان المصريين القدماء كانوا وثنيين، في حين الحضاره المصريه القديمه كانت حضاره توحيد، واغلب الانبياء نزلوا في الحضاره المصريه القديمه. والعجب اسمعوا اي واحد من الاثريين اللي هم متاثرين بالغرب، هم بيتكلموا بقى باسم التاريخ وباسم الاثار اللي هم المفروض ان هم دارسين، بيقولوا ان مفيش اثار تاريخيه للانبياء. الانبياء اللي ربنا ذكرهم صراحه في كتابه الكريم ملهمش اثر. ازاي ما نعرفش؟ سبحان الله. وطمس التاريخ وطمس الاثر وصل لايه، وان ده ما حصلش صدفه يا جماعه. زي اي اثر لوجود انبياء في التاريخ ده مش صدفه، لان اللي زي في التاريخ عارفين هم بيعملوا ايه كويس. امال هم هيوصلوا الناس للالحاد ازاي؟ هيوصلوا الناس للتشكك في دينهم ازاي؟
لما القرآن الكريم يقول ان في انبياء جم وبعد كده يتقال ان مفيش انبياء ملهمش وجود على الارض، ملهمش اثر على الارض، او الحاجات اللي مكتشفه دي ما تنسبش للانبياء في حين انها تكون خاصه بانبياء. انا مش بتكلم على رمسيس الثاني دلوقتي خالص، انا بتكلم على الحضاره المصريه القديمه بوجه عام. لما يتقال ان الحضاره المصريه دي حضاره وثنيه وتعدديه والهه، في حين ان اغلب الانبياء نزلوا فيهم اصلا بذكر القران الكريم على فكره. ويهمنا بعكس كده. شفت الخبث وصل لايه؟ احنا خلاص ما نسلمش نفسنا للغرب. الغرب دول خلاص التزييف بتاعهم بان. وارجو ان الباحثين المصريين يعني يبحثوا بمخهم هم ومرجعهم الحقيقي اللي هو القرآن الكريم، وان هم ما ينقضوش ورا اللي ادعاه الغرب على حضارتنا المصريه القديمه. وشامبليون الكاذب المزيف ده اللي هو ادعى ان هو فك حجر رشيد، في حين ان هو مش هو اللي فك حجر رشيد اصلا. وللاسف ان الكلام ده كان بيدرس لنا حاجات كتيره جدا جدا المفروض تتغير في التاريخ وتتغير في المنهج اللي الاولاد بيدرسوه. كفايه قوي ان اجيال كتيره طلعت ناشئه على حاجات غلط. فارجو ان الاجيال القادمه تعرف الحقيقه.